السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهارده طالعة معاكم كده، كل سنة وانتم طيبين. النهارده طالعة معاكم كده، هنعمل السحور اول يوم ان شاء الله من 9 ايام ذو الحجة. النهارده هنتعرف بقى على السحور. هو سحوري بسيط زي بتاع رمضان بالظبط. هنا عندي بيض، هعمل منه بيض مقلي وبيض مسلوق. وهنا هقطع خيار، وعندي فلفل هنا غسله كده عشان بس يتنشف على الفوطه. ودي ليمونه معصوره على الفلفل. وده فول بتاعي انا بتاع البيت هنا اللي مدمسينه مع بعض وبحطه في الفريزر. فك الكيس كله، فروحت حاطاه كده بالمنظر ده في الطاسه عشان يسخن. لسه ما حطيتلوش اي اضافات. وهنا عندي حتتين جبنه رومي كده هنعملها، نشوف هنستخدمها على ايه بالظبط. وهنا عندي جبنه براميلي، وعندي زبادي اللي هي اللباني العاديه، وعندي هنا لبن لبان عشان نشرب شاي بلبن بعد السحور. تمام كده. يلا بقى هنعمل ايه. الطاسه بتاعتي الجميله اهي بتاعت القليه، محدش عايب عليها، واللي يعيب براحتكم. انا الطاسه دي بموت فيها على فكره، وماركتها عاليه، وانتوا شفتوها قبل كده لما كنت بجربها معاكم. بصوا جربت فيها ما يعمل الحمد لله. طاسه اصيله وجميله وانا بحبها جدا جدا. ده الزيت لسه دلقاه، بصوا يعني هجيبه لكم بس من على الرف كده. لسه دلقه حالا والله، ازازه الزيت وفتحاها على البطاطس، زيت البطاطس حالا. بصوا نضيف ازاي اهو. هعمل بطاطس اهي كده اهو اهي، عشان بس كنت بصفيها اهي. هقلي بطاطس وهحمر كمان الفلفل، وهعمل شويه كده حبشتكنات كده، ونشوف السحور النهارده عباره عن ايه. وشوفوا في الاخر ولا مش في الاخر، كل ما اعمل حاجه هوريها لكم. حبايب قلبي كده البطاطس اهي طلعت كتير، فحطاها كده علشان خاطر الولاد بصراحه بيحبوا البطاطس المحمره. حطيتهم كده على مرتين. بصوا الزيت نضيف وزي الفل والله. هي الطاسه بس عشان ايه سودا. بصوا الزيت اهو زي الفل. هنا حطيت حوالي 6 بيضات كده يتسلقوا في الكزرولة بتاعت البيض. تمام كده. وهعمل دول مقليين كده، وهنضيف عليهم حبشتكنات كده. السحور هيبقى تحفة ان شاء الله يعني. كل سنة وحبايبي طيبين، وكل سنة والأمة الإسلامية كلها يا رب يا رب طيبة، وعيد سعيد عليكم، وعيد أضحى عليكم يا رب أسعد ما تتخيلون. بقلة فلوس وقلة إمكانيات، بس يا رب يجعله ان شاء الله بامر الله عيد سعيد علينا يا رب. بصوا الولاد هنا مش عايزين ياكلوا زبادي، لسه شاير لهم دنت. مش عارفه دنت ايه في السحور، بس مش مشكله، شطانين ان هم يصوموا معانا يعني انا وباباهم، فمش مشكله. اهو الدنت بتاعتهم اهي. شوفوا بصوا الفول قبل ما يسخن ما حطيتلوش زيت لسه، ده طبعا عشان متلج. حطيت ملح وحبه فلفل صغيرين. الفلفل الاسود ده حياتي بصراحه، وحبه كمون. بس كده. مش والليمونه بعد ما يطلع طبعا من على النار، عشان الليمونه ما تمررش الفول. تمام كده. بس كده هقلي بقى شويه الفلفل دول وارجع لكم. حبايب قلبي كده خلاص هو حمرت الفلفل. حطيت عليه حبه ملح وعصره ليمونه. تمام كده. الساعه كام بقى يا حلوين؟ الساعه 12 وداخله على 10. تمام، و6 دقايق بالظبط. يعني هنا ده الخيار اهو لسه هغسله تاني شطفه كده. وده علبة الملح كده خلاص خلصت يعني، مش عايزاها دلوقتي. هنا فاضل اللي انا هعمل البيض المقلي، وهنا البطاطس الباقية، وهناك البيض وهو بيتسلق. تمام كده. هنيجي عند الناس بقى اللي تقولك ايه بقى علشان الكوتشي بتاعتي بقت في القناة عندي. اهلا وسهلا، اتشرفت بيكي وعلى عيني وعلى راسي. ربنا يديك الصحة والعافية. بصي بقى، انا هنا مش هتسحر السحور ده على فكره كده، لا افهموني بس كده. عشان الفيديو اللي فات قلت لكم الجيم والصحه ومش الصحه والكلام ده. افهموا. انا بصوا ادي الفول هحط عليه زيت زيتون، وهاكل معلقه واحده والله العظيم اللي باخدها في الطبق بتاعي حرفيا. تمام كده. نركن الفول. انا كنت قايله لهم ان انا عايزه جبنه قريش، بس كلهم اعترضوني وقالوا لي كفايه كده بقى اكل اللي هو خفيف. تمام. فالجبنه البراميلي دي مش ما تخصنيش. انا هاكل معلقه الفول، وهاكل خيار، وهاكل البيضه بتاعتي مسلوقه، ومش هاكله المقلي. تمام. والبطاطس بصراحه البطاطس المحمره بضعف قدامها جدا. اخد والله صباعين، واحده وواحده بس مش 2 معنى اللي هو كبشه، لا. اخد بطاطسيتين. وفعلا فعلا قسمت بالله مش بهزر معاكم، انا فعلا لما قللت اكلي. بصوا انا مش بعمل اكل اللي هو الهيلث اللي هو خلاص بقى ان انا رجيم ومش عارف ايه وحركات، لا.
هو الاكل اللي انا باكله مع اولادي، بس اللي بقدر ان انا اقلله. يعني مثلا الفول مش هحط عليه زيت عادي، هحط عليه زيت زيتون، تمام كده بقى خفيف شويه، وهاخد معلقه واحده فقط. تمام. انا لو كنت باكل رغيفين باكل دلوقتي رغيف واحد بس. لو بعمل سندوتشين جبنه، لا سندوتش واحد جبنه بس مع الشاي حقيقي. بصوا بقى اللبن ده، انا بصراحه انا كل يوم عندي علب اللبن والله العظيم بجيبها لاولادي. اللي يشرب يشرب واللي ما بيشربش هي موجوده في البيت. بس مش بحب الشاي بلبن غير اللي هو لبن اللبان. وبما ان انا كنت ناسياه وخلاص قرب لا يقطع، هحطه على النار يغلي علشان ايه، على ما اخلص السحور والكلام ده كله. وعلبه الزبادي دي بتاعتي، انا مش بحب اصلا الحاجه الدسمه. فالقشطه اللهم بارك، بصوا هي جميله جدا انا بحبها، بس الطبقه اللي هي الاولانيه دي انا مش باكلها في العادي اساسا يعني. تمام. نعم يا ماما. انا بحب دي، لا مش بحب الشوكولاته خالص. والدانت دي استغفر الله العظيم ما بتحبنيش حرفيا، ما بحبهاش ولا هي بتحبني. ما بيننا وما بيننا ما فيش عمار. هتاكلني قشره الليمونه دي اللي لسه عصرها على الفلفل بس كده. على فكره عصره الليمون على الفلفل بصوا بتنزل كل الزيوت اللي في الفلفل، يعني ده حاجه يعني. بس كده استنوني بقى. وادي البطاطس اول واحده حطيت شلتها كانت هتتحرق، علشان انا عين في النار وعين في المطبخ. كنت ان انا بنشر غسيل وبلم غسيل وبطبق غسيل. عايزه بمشيئه الرحمن بكره اليوم يبقى سلس عليا، قراءه قران، اعمل الاكل وخلاص زي ما كنت بعمل في رمضان بالظبط. تمام كده. المنيو هيعجبكم شويه بكره ان شاء الله بامر الله في الفطار. هنزل لكم الفيديو بتاع السحور دوت. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. واستنوني بقى في فيديو بكره ان شاء الله واحنا بنحضر مع بعض الفطار. ودلوقتي هنقع معاكم العصير اللي هيفطروا بيه على المغرب. الله اعلم بقى هعمل كركديه على تمر ولا هعمل عصاير من الفريزر فريش، الله اعلم لسه ما اعرفش، ما خدتش رايهم. بس كده. فالبطاطس بقى هقلبهم واطلعها تاني. وشوفوني بقى عندي تقديم الاكل. طبعا البيض المقلي انتوا يعني طبعا مش محتاج، بس احنا ايه قلنا نحضر السحور مع بعض، لاني انا بحب الايام دي جدا جدا وبتلكك باي يوم في الصيام عشان اكون معاكم طبعا. بصوا بقى انا هنا اكتبوا لي في التعليقات بعد ما انزل الفيديو. ولادي بيتخانقوا على العصاير الفريش. جوزي قال لي بلاش تمر على كركديه. انا بقول لهم في الفريزر اللهم بارك يا رب ادينا عليا نعمه في حياتنا يا رب كلنا. نعمه النعمه دي جميله قوي في البيت. انا عندي في كركديه، عندي عفوا عندي خوخ وعندي مشمش وعندي مانجا وعندي جوافه وعندي موز وعندي فراوله. تمام كده. ومش عارفه لو عندي حاجه تانية انا ممكن اكون ناسيها. مش وعندي برتقال. فانا عماله بخيرهم. فريق بيقول لي جوافه باللبن، موز باللبن. فريق بيقول لي ايه، بصوا بقى خوخ ومانجا ومصممين على العصاير كده. تمام. انا مش عايزه برضو ان انا اخلص كل اللي عندي في الفريزر، لان بجد اليومين دول تعبانه جدا 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 جسديا، ان انا مش قادره افرز حاجه تاني في الفريزر. في الفريزر ده عايزه ان هو يطلعني من العيد، بحيث ان انا لما اخلص مثلا بعد العيد واشتري حاجات يبقى الفريزر فعلا جاب اخره. فاهمين قصدي؟ في نمله رخمه قوي ماشيه على فرع الشجر هنا، فمزوني بجد مضايقني. فمش عارفه انتوا ترجحوا لي ان انا اعمل لهم ايه عصاير. فريق بيقولوا لي خوخ، وفريق تاني بيقول لي مشمش، وفريق تاني بيقول لي مانجا، وفريق تاني بيقول لي موز باللبن. فانتوا بالله عليكم قولوا لي في التعليقات ايه على مغلي اللبن دوت. حبايب قلبي كده خلاص خلصت اهو البيت. بصوا في المرحله دي انا موطيه كده النار دلوقتي اهو، موطيه خالص النار. هبتدي اعلي النار سنه. والحتتين الجبنه الرومي اللي كانوا هنا بصوا اهي في المرحله دي بالظبط، عشان تبتدي ايه ان هي تدي طعم كده للبيض حلو قوي. بصوا اللبن خلاص غلي خلاص اهو. تمام. والكتل سخنته وعامله المجات اهي. هحط فيها الشاي دلوقتي وهعمل شاي بلبن. وفاضل بس احط حبه فلفل اسمر وحبه ملح فقط لا غير، بس اقلل الملح شويه. وهنا لو حاطه زيتون ولا حاجه ممكن تقطعي فلفلايه خضراء على الزيتون، بلاش طماطم عشان كده يعني. تمام كده. هحط شويه فلفل اسمر دلوقتي وشويه ملح.
حبايب قلبي كده خلصت اهو السحور. ربنا يا رب يديمها عنا نعمه. وده سحور اول يوم. تمام كده، انتظروني بقى في الفطار ان شاء الله بمشيئه الرحمن الصبح اذا احيانا ربنا. بتاع دوت. خليكم بقى معايا. هنا الشاي بلبن، وهنا ده الزبادي، والدنت بتاع اللي عايز ياكل دنت، وهنا البيض المقلي والبيض المسلوق والفول. ما رضيتش اعمل لكم فول بقطع زياده، وبطاطس مهروسه وبطاطس محمره. تمام كده، رضينا اهو بالايه بالنهارده كده. بس بعد كده لازم نفنن طبعا عشان ايه الايام يعني تعدي. بس كده، كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. وما تنسونيش في اللايك، واللي مش مشترك في القناه يا ريت فضل وليس امر ما ينساش اللايك، عشان بتخشوا الفيديو من غير ان انتم ما تحطوا اللايك. واللي مش مشترك في القناه رجاء وليس امر طبعا يدوس على كلمه اشتراك ويفعل زر الجرس ويدوس على كلمه الكل، عشان كل الفيديوهات اللي انا بنزلها توصل لكم، وتحطوا لي اللايك بتاعكم الجميل. لايك منكم الحلو والكومنت منكم الجميل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.